بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دائما مع تمارين الوحدة الأولى، وهذه المرة إن شاء الله مع التمرين الثاني. تمرين تجدونه إن شاء الله في رابط أسفل هذا الفيديو لمن يريد المحاولة فيه. يقول التمرين: لدراسة حركية التفاعل الكيميائي البطيء والتام بين الماء الأكسجيني اللي هو H2O2 ومحلول يود البوتاسيوم اللي هو الكازائد زائد إي ناقص في وسط حمضي. انتبه جيدا، معناه غني بشوارد ال H3O زائد، والمنمذج بمعادلة التحول الكيميائي التالية. إذا في هذا التمرين أعطاني معادلة التحول بكل بساطة. إذا السؤال المتوقع هنا أنه يقول لي جد الثنائيتين مؤكسد مرجع داخلتين في التفاعل. يقول: مزجنا في بيشر عند اللحظة t تساوي الصفر. دائما إذا قال مزجنا أرسم. إذا كيف أرسم؟ إذا هذا هو المزيج. مزجنا عند اللحظة t تساوي الصفر. انتبه جيدا، حجما قدره V1 تساوي 100 مليلتر، وتركيزه C1 يساوي 4.5 في 10 قوة ناقص 2 مليلتر، مع من الماء الأكسجيني، عفوا يعني من H2O2. قال مزجنا مع حجم قدره V2 أيضا تساوي 100 مليلتر، وC2 ماذا يساوي 6 في 10 قوة ناقص 2 مول لكل لتر من يود البوتاسيوم. انتبه جيدا، مع إضافة قطرات من محلول حمض الكبريت المركز. السؤال الأول كما هو متوقع: اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع، ثم حدد الثنائيتين أوكسالات المشاركة في هذا التفاعل. إذا نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: كتابة المعادلتين النصفيتين، انتبه جيدا، للأكسدة والإرجاع. إذا أعود إلى المعادلة. الماء الأكسجيني يتحول إلى ال H2O. انتبه جيدا، الماء الأكسجيني يتحول إلى ال H2O، و2 إي ناقص تتحول إلى ال E2 بكل بساطة. انتبه جيدا، إذا المعادلة الأولى ال H2O2 تتحول إلى ال H2O. أوازن الذرات غير الأكسجين والهيدروجين، إذا هي غير موجودة. أوازن الأكسجين، نلاحظ في هذا الطرف أن لدي ذرة أكسجين فقط، وفي هذا الطرف ذرتين، إذا أضرب هنا في 2. يا جماعة 2 في 2 لكي أوازن ذرات الهيدروجين. 2 في 2 4، وفي هذا الطرف 2، إذا فقط أضيف إلى هذا الطرف 2 H زائد. الآن كل الذرات موازنة، إذا سوف أوازن الشحنة. إذا لدينا هنا 2 زائد، فأضيف هنا 2 إلكترون. إذا بما أن ال H2O2 اكتسب إلكترونات، إذا لعب دور مؤكسد في هذه المعادلة، والمؤكسد هنا تحول إلى المرجع. إذا هنايا العملية ماذا أسميها؟ معادلة نصفية للإرجاع. معادلة نصفية للإرجاع. لماذا؟ لأن المؤكسد تحول إلى المرجع. وتكون الثنائية كالتالي: المؤكسد هو ال H2O2، والمرجع في هذه الحالة هو ال H2O. إذا تحول ال H2O2 إلى مرجعه، فأقول أن العملية بكل بساطة هي عملية إرجاع. إذا المعادلة المتبقية بكل بساطة أيضا هي المعادلة النصفية للأكسدة. لمن تحدث؟ تحدث لشوارد اليود، معناه الإي ناقص يتحول إلى الإي 2. أوازن الذرات، فأضرب هنا الإي ناقص في 2. إذا 2 ناقص أضيف إلى الطرف الآخر مباشرة 2 إلكترون. إذا المؤكسد هنا هو الإي 2، أما المرجع فهو الإي ناقص. الإي ناقص تحول إلى الإي 2، ولذلك قلت أن العملية هنا هي عملية أكسدة، لأن المرجع تحول إلى مؤكسده. انتبه جيدا. إذا هذه فيما يخص الثنائيتين والمعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع. انتبه جيدا.
السؤال رقم 2 قال احسب كميتي المادة الابتدائية للماء الأكسجيني ولشوارد اليود في المزيج الابتدائي، يعني عند اللحظة تساوي الصفر. إذا ثانيا حساب آن زيرو للماء الأكسجيني وآن زيرو لشوارد اليود. إذا أقول بكل بساطة لدينا كمية المادة صفر للH 2O2 ماذا تساوي؟ تركيزه المحلول C1 وحجمه V1. إذا لدينا C1 حسب نص التمرين هو 4.5 في 10 قوة ناقص 2، وV1 هي 100 مليلتر وأحول إلى اللتر فأضرب في 10 قوة ناقص 3 فتصبح 0.1. فأتحصل على أن كمية المادة الابتدائية المستعملة من الماء الأكسجيني H2O2 تساوي 4.5 في 10 قوة ناقص 3 مول. إذا هذا فيما يخص كمية المادة الابتدائية لل H2O2. الآن كمية المادة الابتدائية لشوارد اليود E ناقص هي C2 V2 حسب نص التمرين C2 هي 6 في 10 قوة ناقص 2، أما V2 هي 0.1 فأتحصل على 6 في 10 قوة ناقص 3 مول بكل بساطة. وقد تحصلت على كمية المادة الابتدائي يعني عند اللحظة تساوي الصفر أو ما تسمى بلحظة المزج. انتبه جيدا. ثم قال أنشئ جدولا لتقدم التفاعل واستنتج التقدم الأعظمي X ماكس ثم حدد المتفاعل المحيط بكل بساطة. أيضا سؤال سهل جدا. إذا جدول تقدم التفاعل يكون كالآتي. إذا أكتب المعادلة H2O2 زائد 2 إي ناقص زائد حسب المعادلة 2H3O زائد، إذا زائد 2H3O زائد لتعطي اليود أو ثنائي اليود زائد 4H2O يعني من الماء. هنا فقط الماء يا جماعة سوف يكون بالزيادة لأنه يعتبر عفوا مذيبا. الآن كمية المادة الابتدائية لل H2O2 أكتب بالأحرف أفضل، إذا تصبح C1 V1، وكمية المادة للإي ناقص هي C2 V2. هنا بوفرة أيضا شوارد H3O زائد بوفرة لأننا وفرنا حمض الكبريتي المركز بوفرة أو بكمية كافية ليصبح المحلول أو الوسط حمضيا. إذا هنا صفر. إذا لدينا هنا C1 V1 ناقص X، وهنا C2 V2 ناقص 2X، فينتج هنا X. في الحالة النهائية فقط تصبح C1 V1 ناقص X فينال. انتبه جيدا. وهنا C2 V2 ناقص 2X فينال، وينتج من ثنائي اليود X فينال. وقد أنشأت جدولا لتقدم التفاعل. ثم قال احسب التقدم الأعظم X ماكس، عفوا حساب التقدم الأعظم X ماكس، حساب X ماكس. أقول بما أن التفاعل تام، لأنه قال لي في نص التمرين أن التفاعل تام. يجمع بما أن التفاعل تام يوجد على الأقل متفاعل محد، يعني هذه خصائص التحول التام، أن X فينال تساوي X ماكس وهذه ضرورة، وأنه يوجد على الأقل متفاعل محد. إذا نكتب له هنايا إذا يوجد على الأقل متفاعل محد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يا إما C1 V1 ناقص X ماكس تساوي الصفر يعني للماء الأكسجيني، أو
C2 V2 ناقص 2 إكس ماكس تساوي صفر. فأستنتج من هذه المعادلة أن إكس ماكس من المعادلة الأولى ماذا تساوي؟ تساوي C1 V1 اللي هي كمية المادة الابتدائية للماء الأكسجيني، أو إكس ماكس من المعادلة الثانية، أو إكس ماكس من المعادلة الثانية هي C2 V2 على 2. وأستنتج أيضا إكس ماكس من القيمة الأولى مادام هي C1 V1 قلنا هي 4.5 في 10 قوة ناقص 3 الوحدة مول. وإكس ماكس من العلاقة الثانية إذا قلنا هذه 6 في 10 قوة ناقص 3 وأقسمها على 2، إذا 3 في 10 قوة ناقص 3 مول. إذا إكس ماكس هي القيمة الأقل بينهما، فأستنتج مباشرة أن إكس ماكس هي 3 في 10 قوة ناقص 3. إذا أقول ومنه إكس ماكس ماذا تساوي؟ 3 في 10 قوة ناقص 3 مول. والمتفاعل المحد هي شوارد اليود بكل بساطة، لأنني استنتجت إكس ماكس انطلاقا منها بكل بساطة. إذا هذا فيما يخص السؤال الثالث. ثانيا وهنا هو الأهم، سوف أتابع هذا التحول باستعمال المعايرة. إذا تمرين، سوف أتابع هذا التحول باستعمال المعايرة. قال لتحديد كمية ثنائي اليود المتشكلة يعني الإيد في لحظات زمنية مختلفة، نأخذ في كل مرة بي تساوي 20 مليلتر من المزيج التفاعلي. يعني هذا يسمى حجم العينة التي سوف أعايرها في لحظات زمنية مختلفة، لأن من شروط المعايرة باش تكون المتابعة صحيحة باستعمال المعايرة لازم حجم العينات التي أخذها في كل مرة لمعايرتها تكون متساوية. انتبه جيدا. قال ونضع فيه ماء زائد جليد، يعني ماء بارد زائد جليد، وبضع قطرات من صمغ النشاء، ونعاير بمحلول ليثيو كبريتات الصوديوم. إذا ماذا سوف أعاير؟ سوف أعاير الإيد الناتج، ولذلك حسب البيان حجم التكافؤ يزداد. لماذا ازداد حجم التكافؤ؟ لأن كمية المادة للإيد كانت في حالة زيادة لأنه متشكل أو ناتج. أعطاني تركيزه الكتلي اللي هو CM تساوي 3.16 جرام لكل لتر. معالجة النتائج مكنتنا من رسم المنحنى الممثل لتطورات حجم التكافؤ المضاف لكل عينة في لحظات زمنية مختلفة. السؤال الأول: ضع رسما تخطيطيا للتجهيز المستعمل في المعايرة. بكل بساطة إذا هذا هو الرسم المستعمل أو هذا هو التركيب التجريبي. إذا هذه هي العينة التي تحتوي على اليود يعني باستعمال المعصة، وأضعها في كأس بيشر، وأضيف الماء البارد زائد الجليد كما قال. إذا هذا ماذا يمثل؟ يمثل حامل، هذه الأجهزة، وهذه ماذا تمثل؟ تمثل سحاحة مدرجة، وهذا يمثل كأس بيشر. انتبه جيدا، كأس بيشر. وهذا يمثل مخلاط مغناطيسي زائد مغناطيس دوار. الآن ما داخل السحاحة المدرجة هو المحلول المعاير اللي هو محلول إثيو كبريتات الصوديوم. يجب أن أكتب اسمه اللي هو 2Na زائد S2O3 2 ناقص بكل بساطة. والمحلول أو الفرد الذي هو داخل البيشر هنا هو الإي2، لأنني أعاير في ثنائي اليود، وقد رسمت التركيبة التجريبية لعملية المعايرة بكل بساطة. السؤال رقم ب قال: ما الهدف من إضافة الماء والجليد؟ يا جماعة هذا سؤال نظري لا بد منه.
الهدف من إضافة الماء البارد والجليد هو توقيف التفاعل والحفاظ على تركيب العينة لحظة معايرتها بكل بساطة. دائما تكون الإجابة هكذا، انتبه جيدا. إذا باء الهدف من إضافة الماء البارد والجليد إذا هو توقيف التفاعل والحفاظ على تركيب العينة لحظة معايرتها بكل بساطة. السؤال الذي بعده قال: إذا علمت أن الثنائيتين أوكسراد داخل في تفاعل المعايرة فليفرق التلاميذ بين التفاعل الأساسي أو التفاعل الرئيسي الذي أقوم بمتابعته والتفاعل المساعد اللي هو تفاعل المعايرة. إذا لا أخلط بين التفاعل الرئيسي الذي يتم بين الماء الأكسجيني وشوارد اليود. أما تفاعل المعايرة هو تفاعل مساعد فقط، أو يسمح لي بمتابعة التحول الزمني في لحظات زمنية مختلفة. قال: اكتب معادلة تفاعل المعايرة. إذا المتفاعلات هنا هي الإي2 حسب الرسم الذي رسمناه سابقا، والآس 2 أو 3 2 ناقص. إذا الآس 2 أو 3 2 ناقص يتحول إلى الآس 4 أو 6 2 ناقص. إذا العملية هنا أكسدة. لماذا؟ لأن المرجع تحول إلى المؤكسد، وإيدو يتحول إلى الإي ناقص. هنا العملية عملية إرجاع. انتبه جيدا، لا تخلط بين التفاعل الرئيسي والتفاعل المساعد بكل بساطة. إذا جيم كتابة معادلة تفاعل المعايرة. قلنا دائما أبدأ بالمعادلة النصفية أكسدة، لأن الثنائية التي أعطانا إياها اللي هي آس 4 أو 6 2 ناقص مع الآس 2 أو 3 2 ناقص، يتحول الآس 2 أو 3 2 ناقص إلى الآس 4 أو 6 2 ناقص. العملية هنا هي عملية أكسدة. إذا الآس 2 أو 3 2 ناقص تتحول إلى الآس 4 أو 6 2 ناقص. وازن الذرات غير الأكسجين والهيدروجين. نلاحظ الكبريت هنا 4 وهنا 2، إذا أضرب في 2. 2 في 2 4 ناقص أو 4 شحن سالبة من هنا، ومن هنا فقط 2 شحنة سالبة. إذا أضيف 2 إلكترون. وقد كتبت المعادلة النصفية للأكسدة. ثم بعد ذلك المعادلة النصفية للإرجاع. قلنا أن المعادلة النصفية للإرجاع لمن تحدث؟ تحدث للإي2، فيرجع إلى الإي ناقص. وازن الذرات غير الأكسجين والهيدروجين. إذا هنا أضرب في 2. إذا لدينا من هنا 2 ناقص، أضيف مباشرة من هنا 2 إلكترون، ثم أجمع مباشرة طرف بطرف. لماذا؟ لأن هنا عندي 2 إلكترون وهنا عندي 2 إلكترون، مباشرة أجمع طرفا لطرف، فتصبح 2 أس 2 أو 3 2 ناقص زائد الإي2 لتعطي 2 إي ناقص زائد أس 4 أو 6 2 ناقص. وهذه تمثل معادلة تفاعل المعايرة. إجماع معادلة تفاعل المعايرة لديها دور وحيد، يعني ما تضل تروح تدير في جدول تقدم المعايرة ما والو، عندها دور وحيد فقط اللي هو إيجاد علاقة التكافؤ. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أقول له عند نقطة التكافؤ هذه تميز المعايرة. ماذا يكون عند نقطة التكافؤ؟ يكون المزيج وين؟ في شروط ستوكيومترية. وهذا هو دور المعايرة. ما معنى المزيج في شروط ستوكيومترية؟ معناه كمية المادة فتحة للإيدو يا جماعة، يعني أو أقول يعني في العينة أفضل لكي يفهمني الجميع. إذا كمية المادة تاع الإيدو في العينة ماذا يساوي؟ يساوي كمية المادة أس 2 أو 3 2 ناقص قسمة العدد الستوكيومتري
2، وهذا ما يميز المعايرة. وهذه العلاقة أسميها علاقة التكافؤ، يعني نسموها علاقة التكافؤ. لماذا؟ لأننا استنتجناها عند التكافؤ. أذهب إلى الأسئلة الأخرى. قال: أثبت أنه من أجل كل لحظة t أن كمية المادة نتاع الإي2 تساوي 0.01 في في. هنا يقصد كمية المادة يا جماعة في العينة، يعني كمية المادة المتشكلة من الإي2 في العينة التي حجمها 20 ملي لتر. إذا هنايا دالة تبيان أن كمية المادة في العينة للإي2 يا جماعة ماذا تساوي؟ 0.01 في اللي هو حجم التكافؤ. أقول لدينا من نقطة التكافؤ، وهذا الذي أشرنا إليه سابقا. إذا ماذا وجدنا عن نقطة التكافؤ؟ أن كمية المادة للعينة بالنسبة للإي2 ماذا تساوي؟ كمية المادة نتاع الأس 2 أو 3 2 ناقص قسمة العدد الستوكيومتري. هي في الحقيقة هنا قسمة العدد الستوكيومتري، ولكن بما أنه واحد، إذا واحد عنصر حيادي، إذا لا أكتبه فقط لكي يعلم التلاميذ. تساوي كمية المادة للأس 2 أو 3 2 ناقص عند التكافؤ هي سي في، لأن تركيزه حسب نص التمرين قال هو سي، انتبه جيدا، وحجمه هو الحجم المضاف عند التكافؤ. لكن انتبه، هنا أعطاني في نص التمرين سي، سوف أتي إلى ذكر ذلك. إذا سي في الفي على 2، هذه كمية المادة للإي2 وين في العينة. لكن سوف أذكرك أن سي ام اللي هو التركيز الكتلي ماذا يساوي؟ يساوي الكتلة المولية ضرب سي اللي هو التركيز المولي، ومنه انتبه جيدا يصبح التركيز المولي ماذا يساوي؟ هو سي ام على الكتلة المولية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك سوف أعوض عبارة س هنا بما يساويها التي هي سي ام على الكتلة المولية، فتصبح كمية المادة في العينة بالنسبة للإي2 ماذا تساوي؟ أعوض سي بما يساويها اللي هي سي ام على الكتلة المولية ضرب في على 2. تطبيق عددي بسيط جدا. تصبح تساوي سي ام حسب نص التمرين قال سي ام حسب نص التمرين قال هي 3.16، والكتلة المولية في المعطيات هي 158، هي 158، فتصبح 3.16 على 158 جرام لكل مول، مضروبة أيضا في 2 الكل مضروب في الفي أو. باستعمال الآلة الحاسبة سوف تجد هذا المقدار هو 0.01. إذا أقول معناه هو أن كمية المادة للإيد في العينة، أعيد وأذكر ماذا تساوي؟ تساوي 0.01 في أو، وقد برهنت العلاقة بكل بساطة. فقط هنا ملاحظ يجب أن يفرق التلميذ، أعيدها مرارا وتكرارا، يجب أن يفرق التلميذ بين التفاعل الرئيسي وتفاعل المعايرة. يا جماعة تفاعل المعايرة هو تفاعل مساعد فقط، أستنتج منه علاقة التكافؤ، لا داعي إلى جدول تقدم المعايرة، فقط استنتج منه علاقة التكافؤ. أعيدها وأكررها. الآن أذهب إلى السؤال الذي بعده. قال: عين بيانيا قيمة التقدم النهائي إكس نال. كما نعلم كلنا أن إكس نال هي قيمة تجريبية، يعني إكس نال تحسب فقط من قيم تجريبية، والقيم التجريبية تكون ملخصة يا إما في بيان يا إما في جدول، ولذلك سوف أستند على البيان، سوف أستند على البيان لكي أحسب إكس نال، وبالضبط في الحالة النهائية. انتبه جيدا. إذا الجزء الثاني باء حساب إكس فينال. أقول لدينا من البيان يجمع الفي أو فينال
ما معنى الفي او فينال؟ يعني حجم التكافؤ الذي عايرت به العينات الأخيرة ماذا يساوي؟ ها هو في او فينال، هذا هو في او فينال. إذا لدينا هنا 5 والله 1 2 3 4 5 6، 5 في 6 إذا 30. إذا في او فينال من البيان هو 30 ميلي لتر. انتبه جيدا، إذا 30 ميلي لتر. ولدينا مما سبق العلاقة التي برهنتها سابقا، انتبه جيدا، كمية المادة للإي 2 في العينة ماذا تساوي؟ تساوي 0.01 في البيئة. يا جماعة هذه تسمى كمية المادة في العينة، انتبه جيدا. لكن إكس فينال يحسب في المزيج التفاعلي. أقول ولدينا أيضا كمية المادة نتاع الإي 2 في المزيج ماذا تساوي؟ تساوي عدد العينات، انتبه جيدا، عدد العينات مضروبة في كمية المادة لكل عينة. إذا تساوي عدد العينات مضروبة في كمية المادة لكل عينة، وتساوي جمع عدد العينات. كيف أعرفها؟ هي الحجم الكلي قسمة حجم كل عينة. إذا عدد العينات ماذا يساوي؟ في توتال الحجم الكلي على حجم كل عينة. لو عدت إلى نص التمرين، الحجم الكلي هو 100 زائد 100 يعني 200 مليلتر، وقال في كل مرة نأخذ 20 مليلتر. إذا 200 قسمة 20 هي 10، معناه عدد العينات بكل بساطة هي 10، وهذه هي أفكار المعايرة. إذا تساوي 10 في كمية المادة في كل أنبوب كم وجدتها؟ هي 0.01 في الفي أو أقول لكل عينة. إذا وتساوي 0.1 في الفي أو. إذا هذه كمية المادة للإيدوين في المزيج التفاعلي. يجب أن أفرق بين كمية المادة في كل عينة وكمية المادة في المزيج التفاعلي. عد إلى أفكار المعايرة. إذا هذه وش قلنا؟ كمية المادة في العينة، وهذه كمية المادة في المزيج التفاعلي بكل بساطة. الآن إكس ماذا يساوي؟ ولدينا من جدول التقدم. يا جماعة لو ذهبت إلى جدول التقدم ماذا سوف أجد؟ كمية المادة نتاع الإيدون المتشكلة ماذا تساوي في نهاية التفاعل، أو ماذا تساوي في الحالة الانتقالية أولا ثم أذهب إلى الحالة النهائية، هي إكس. إذا أستنتج أن كمية المادة الإيدون المتشكلة في الوسط التفاعلي ماذا تساوي؟ تساوي إكس، وهذا هو مربط الفرس. إذا إكس تساوي كمية المادة للإي 2، وتساوي من جهة أخرى وجدنا أن كمية المادة في المزيج التفاعلي ماذا تساوي؟ تساوي 0.1 في الفي أو. إذا أستنتج عبارة إكس ماذا تساوي؟ اللي هي 0.1 في الفي أو. انتبه جيدا، وهذا هو مربط الفرس. لحد الآن لم أحسب إكس فينال. ثم أقول عند اللحظة تي تساوي تي فينال، إكس ما هي إكس فينال، لأنني إذا كنت في نهاية التفاعل التقدم هو التقدم النهائي تساوي 0.1 يجمع والفي أو كم؟ هي في أو فينال، لأنني في نهاية التفاعل. تطبيق عددي بسيط، إذا تصبح إكس فينال تساوي 0.1 ضرب في أو وجدتها من البيان 30 مليلتر، يجب أن أحول إلى اللتر. إذا 30 في 10 قوة ناقص 3، إذا فتساوي 3 في 10 قوة ناقص 3 مول. إذا إكس فينال هي 3 في 10 قوة ناقص 3 مول. ثم سألني سؤالا رائعا جدا، قال هل التحول تام؟ يعني هل فعلا التحول تام؟ إذا يا جماعة احنا قلنا حتى يكون التحول تام يجب أن يكون إكس فينال يساوي إكس
ماكس. لو نعود قليلا إلى الخلف لوجدنا أن إكس ماكس ماذا تساوي؟ 3 في 10 قوة ناقص 3 اللي هي قيمة نظرية لتقدم التفاعل. إذا نقول له بما أن إكس فينال تساوي إكس ماكس، إذا فعلا التحول تام بكل بساطة. إذا أقول بما أن إكس فينال تساوي إكس ماكس فعلا، إذا أتأكد أن التحول تام بكل بساطة. إذا هذه فيما يخص هذا السؤال، يعني سؤال رائع جدا. أكمل مع الأسئلة. قال عرف زمن نصف التفاعل تي ان دومي وعين قيمته. انتبه جيدا. إذا السؤال رقم 3 تعريف تي نصف. يا جماعة تي نصف أقول هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل، ولا أقول لبلوغ التفاعل، ولكن هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف تقدمه النهائي، ولا أكتب الأعظم، وأكتب x عند تي ان دومي تساوي x فينال على 2. وهناك أخطاء شائعة يكتبها التلاميذ أن تي نصف تساوي إكس فينال على 2. هذا خطأ فادح غير مقبول. انتبه، يجب أن تكتب إكس عند تي نصف تساوي إكس فينال على 2. قال ثم عين قيمته. إذا أقول لدينا بما أن إكس عند تي ان دومي تساوي إكس فينال على 2، هنا معناه أو نستنتج أن في أو عند تي نصف، يعني في أو ان دومي ماذا يساوي؟ يساوي في أو فينال على 2، لأن في أو صفر ماذا تساوي؟ تساوي الصفر وتساوي. جمع في أو فينال كم وجدناها؟ وجدناها 30، قسمة 2 هي 15. إذا فأستنتج أن في أو عند تي ان دومي، يعني حجم التكافؤ عند زمن نصف التفاعل، ماذا يساوي؟ 15. انتبه جيدا، ميلي لتر. ثم أقول بالإسقاط على البيان نجد، يعني سوف أسقط 15 على البيان فأجد بكل بساطة. انتبه جيدا، نسقط 15 بالتدريجات 3، 1 2 3، أسقط إلى هنا ثم إلى هنا. إذا لدينا تدريجتان 3.5، وكل تدريجة يا جماعة تمثل 0.8. كل تدريجة صغيرة تمثل 0.8. كيف؟ 4 قسمة 5. انتبه جيدا. إذا بالإسقاط تي ان دومي ماذا يساوي؟ 3.5 ضرب 8. باستعمال الآلة الحاسبة نجد أن تي ان دومي هنا فقط 0.8، لأن كل تدريجة كما قلنا تمثل 0.8. فأستنتج أن تي ان دومي هي 2.8 الوحدة بالدقيقة. وقد وجدت قيمة تي ان دومي، قلت هي 2.8 والوحدة دقيقة بكل بساطة. أكمل مع الأسئلة. إذا قال عرف واكتب عبارة السرعة الحجمية للتفاعل. يا جماعة كي يقول لي اكتب عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بدلالة معطيات البيان. البيان هنا هو بدلالة الفي أو. انتبه جيدا. إذا يجب أن أجد علاقة تربط بين السرعة الحجمية ومشتقة الفي أو بكل بساطة. إذا هنايا عبارة السرعة الحجمية اللي هي في فول التفاعل. إذا قال لعرفها، ماذا أقول؟ أقول هي مقدار تغير تقدم التفاعل خلال الزمن، وأضيف في وحدة الحجوم، أو أقول في 1 لتر من الوسط التفاعلي. ونكتب أن في فول ماذا تساوي؟ 1 على في توتال
دي إكس على دي تي. إذا هذه عبارتها التي يجب أن أعرفها، لكن المنحنى البياني هنا بدلالة الفي أقول ولدينا مما سبق. يا جماعة وجدنا مما سبق أن إكس، انتبه جيدا، أن إكس ماذا يساوي؟ هي 0.1 في الفي إذا إكس اللي هو تقدم التفاعل هو 0.1 في الفي أسمي هذه العلاقة بواحد، ثم أقول باشتقاق العلاقة واحد. يا إما أشتق العلاقة واحد، يا إما أعوض عبارة إكس هنا. إذا لديك خيارين. إذا سوف أريك الطريقة، يعني هي في الحق نفس الطريقة لكن لك الخيار. إذا اشتقت هذه العبارة ماذا تصبح؟ تصبح دي إكس على دي تي، لأنه متغير يساوي 0.1 ثابت يخرج خارج الاشتقاق حلال 0.1. في أو يا جماعة حسب البيان هو متغير، إذا أقول دي في أو على دي تي، ثم أعوض دي إكس على دي تي في عبارة السرعة الحجمية وأقول مباشرة ومنه في فول تساوي، راح نعوض دي إكس على دي تي بما يساويها اللي هي 0.1 دي في أو على دي تي، فتصبح 0.1 على في توتال دي في أو على دي تي. وقد وجدت عبارة السرعة الحجمية بدلالة الفئة، انتبه جيدا، أو بدلالة مشتقة الفئة. ثم قال احسبها عند اللحظة تي تساوي 0 وعند اللحظة تي تساوي 9. إذا حساب السرعة الحجمية عند اللحظتين تي تساوي 0 وتي 2 تساوي 9 دقيقة. إذا أقول لدينا أو وجدنا مما سبق أن في فول ماذا تساوي؟ 0.1 على في توتال دي في أو على دي تي. يا جماعة إذا كانت في فول عند اللحظة تي تساوي 0 تساوي 0.1 على في توتال مضروبة في معامل التوجيه وين عند اللحظة تي تساوي 0. يعني يجب أن أرسم المماس بالنسبة للبيان في أو عند 0 هو مرسوم هنا فقط. يكفي أن أختار نقطة، النقطة هذه واضحة ها هي. يجب أن تتبع المماس لأنه يمر من الصفر. يكفي أن تختار نقطة ترتيبتها 30 وفاصلتها 4. إذا معامل التوجيه مباشرة الترتيبة على الفاصلة، إذا 30 على 4، وتجد قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة تساوي 0. ثم في فول عند اللحظة تساوي 9 دقيقة. ماذا تساوي؟ بنفس الطريقة 0.1 على في توتال، وأحسب معامل التوجيه عند اللحظة تي 9 أو تي 2 تساوي 9 دقيقة. 9 دقيقة إذن 4 8 9 تكون هنا في المنتصف. يجب أن أنشئ المماس، انتبه جيدا، أنشئ المماس هنا وأختار نقطتين لأحسب معامل التوجيه. يعني يجب أن أنشئ المماس جيدا وأختار نقطتين وأحسب معامل التوجيه، انتبه جيدا. إذا باستعمال الآلة الحاسبة سوف تجد هذه الأمور. السؤال بقى يا جماعة كل واحد يحسب لنا الحسابات تاعو، لأن الهدف هنا هو تناول أكبر قدر ممكن من الأفكار. إذا كي تحسب السرعات انتبه جيدا، إذا حسبت السرعات سوف تجد السرعة عند اللحظة تي تساوي 0 أكبر منها عند اللحظة تي 9 دقيقة. هذه الملاحظة التي سوف تلاحظها في حين اختيارك للنقاط وحساب معامل توجيه. إذا سوف تلاحظ إذا سوف تلاحظ أن في فول عند اللحظة تي تساوي 0 أكبر منها عند في فول عند اللحظة تساوي 9 دقيقة. إذا ما تستنتج؟ تستنتج أن سرعة التفاعل أو السرعة الحجمية للتفاعل تتناقص بمرور الزمن،
لماذا تناقص بمرور الزمن؟ هذا هو التفسير، وذلك لنقصان تراكيز المتفاعلات ومنه نقصان أعدادها، وهذا يؤدي إلى نقصان التصادمات الفعالة. وهذا هو السؤال بالضبط. قال: كيف تتطور السرعة الحجمية للتفاعل، وما هو العامل الحركي في هذه التجربة؟ واضح، العامل الحركي هي التراكيز يا جماعة. إذا فقط هنايا التفسير إذا حسبت الجيد في عند اللحظة تساوي الصفر دائما أكبر من في عند اللحظة 9 دقيقة، تقول نفسر نقصان السرعة بمرور الزمن، وذلك راجع إلى نقصان تراكيز المتفاعلات. انتبه جيدا، يعني نقص التراكيز المتفاعلات، ومنه نقصان التصادمات أو وتيرة، أفضل وتيرة التصادمات الفعالة بينها، يؤدي ضرورة إلى نقصان سرعة التفاعل أو نقصان السرعة الحجمية للتفاعل. يعني الأمر متشابه. الآن يا جماعة، قال لي في السؤال الأخير: عبر عن سرعة اختفاء شوارد اليود بدلالة السرعة الحجمية للتفاعل واحسب قيمتها في اللحظات السابقة. إذا يا جماعة أنا سوف أعبر لك عن عبارة الحساب يا جماعة كي تحسب وترسم المماس، سوف تحسبها بكل بساطة، يعني بكل سهولة. إذا جيم، وأخيرا عبارة السرعة اللحظية لاختفاء نقص. دائما أقول لدينا كما نعلم أن السرعة اللحظية لاختفاء نقص ماذا تساوي؟ ناقص دي كمية المادة نتاع الإناقص على دي تي، دائما، لأن السرعة اللحظية للاختفاء أو للتشكل تتعلق بكمية المادة لا غير. هو قال لي السرعة اللحظية، إذا في للإناقص يعني السرعة اللحظية للإناقص ماذا تساوي؟ ناقص دي أن إناقص على دي تي. أقول: ولدينا من جدول التقدم، انتبه جيدا، ما هي كمية المادة للإناقص عند اللحظة T؟ يعني أستنتجها مباشرة من جدول التقدم. كمية المادة للإناقص عند اللحظة T هي C2 V2 ناقص 2X. إذن هي C2 V2 ناقص 2X. في العلاقة رقم 1 أعوض كمية المادة بما يساويها اللي هي C2 V2 ناقص 2X. أقول: ومنه V الإي ناقص ماذا تساوي؟ ناقص دي ان إي ناقص على دي تي، وتساوي ناقص، عفوا، أعوض الإي ناقص بما أو كمية المادة للإي ناقص بما يساويها، هي C2 V2 ناقص 2X. يا جماعة C2 V2 ثابت، إذا مشتقها يروح للصفر. ناقص 2 ثابت لكنه مضروب في متغير يخرج خارج الاشتقاق، فيجد الناقص فتصبح موجبة. ناقص 2 فتجد الناقص تصبح موجبة 2. وكم يتبقى لدينا؟ دي إكس على دي تي، لأن إكس متغير يجب أن تشتق. يجمع دي إكس على دي تي. أذكرك أن في فول تساوي سرعة التفاعل اللي هي دي إكس على دي تي، أو أقول أفضل 1 على في توتال دي إكس على دي تي. إذا من هذه العلاقة دي إكس على دي تي ماذا تساوي؟ هي في فول في الفي توتال، يعني في توتال تصعد إلى هنا، تصبح تساوي دي إكس على دي تي. يعني دي إكس على دي تي تساوي إلى ضرب السرعة الحجمية في في توتال، أعوضها بما يساويها. إذا تساوي 2 في في فول مضروبة في الفي توتال. وقد وجدت سرعة أو السرعة اللحظية لاختفاء الإناقص بدلالة الفي فول والفي توتال والعدد ستوكيومتري اللي هو 2 بكل بساطة، وتحسب عند لحظات زمنية مختلفة اللي هي 0 و9 دقيقة بتعويض في فول بما يساويها إذا وجدتها من
الأسئلة السابقة. إذا هنا وصلنا إلى نهاية التمرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسون من خالص الدعاء.